مبدئيا بس يا جدعان قبل اي حاجه، مفيش حاجه اسمها تفويت، مفيش حاجه اسمها اصل علي ماهر سايب الماتش. سيراميكا النهارده عملت ماتش عالمي والله، وكانوا يقدروا ان هم يخرجوا الماتش ده تعادل سواء كان 0-0 او 1-1، ولكن الاهلي النهارده كان مستقتل على الماتش، اللي هو مش مهم الاداء ومش مهم النتيجه، المهم ان انا اخد الثلاث نقط دول باي شكل من الاشكال. ده اللي فعلا الاهلي قدر يعمله. بس يا عم اهو بنكسب وماشيه معاك حلاوه، وجايب لك جون بثلاث نقط، وخلاص ابتديت تطلع للمركز السابع او الثامن وايه، وخلاص اتروقت. يعني انت كده تمام، انت كده اكيد مبسوط. يعني والله مش حلال فيك يا عم المركز الثامن ولا السابع. الاهلي بيفوز على سيراميكا 1-0 في ماتش كان حياه او موت بالنسبه للاهلي. ما كانش فارق معاه نتيجه ولا فارق مع اي حاجه غير الثلاث نقط، لان الاهلي لو ما كانش كسب الماتش ده كان هيخش في دوامه والله اعلم كان ممكن يخرج منها امتى. فكان بالنسبه له النتيجه ثم النتيجه، ومش مهم الاداء، ومش مهم مين اللي تالق، مش مهم شكل الفرقه، مش مهم اي حاجه. وده اللي الاهلي فعلا قدر يعمله، وياخد الماتش وثلاث نقط تقريبا بمستوى مش قوي من الاهلي. الماتش كان رايح جاي بين الاهلي وسيراميكا، كان ممكن الماتش فعلا يخرج تعادل، كان ممكن سيراميكا فعلا تكسب، لكن في الاول وفي الاخر هي دي الكوره. الاهلي كان عايز من الماتش الثلاث نقط وقدر ياخدهم، وحقيقي فعلا ماتش صعب جدا. بصراحه احنا طماعين قوي، يعني حتى الماتش ده كمان عايزين الاهلي فيه يخسر نقط، يعني بجد احنا طماعين قوي. ما نسيبهم يفرحوا شويه، يعني بصراحه تعبوا قوي الفتره اللي فاتت، حقهم يفرحوا لهم ماتش كده ولا حاجه قبل ماتش القمه اللي ربنا يستر عليه، ومين هيطلع منه مبسوط ومين هيطلع منه فرحان. يلا يا عم مبروك عليكم، مبروك.